ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده ان شاء الله هعمل لكم فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن جرامر يونت 8 اللي هو جرامر يونت 9 7 8 9 جرامر يونت 9 معلش جرامر يونت 9 تمام. جرامر يونت 9 تمام. فدرس كومباريتيف المقارنه. غالبا الجرامر اساسا يونت 9 على بعضه فيه درسين تمام، جرامر ده وجرامر ده. فالمهم ان انا هشرح الجرامر ده، ولو لقيت الفيديو طول مني هبقى اعمله على بارت 2 تمام. فعشان الجرامر ده اللي هو مقارنه احنا خدنا فكره عنه في تانية ثانوي برضو الترم الاول، فلازم نعرف المقارنه ما بين صفه قصيره وصفه طويله، ومقارنه مثلا ما بين اتنين مثلا قريبين من بعض قوي او يعني الفرق ما بينهم بسيط، او مقارنه ما بين مثلا ده وده يعني اتنين مختلفين بس الفرق ما بينهم يعني الفرق قوي بسيط قوي تمام. ولو كان الفرق كبير، انا قلت بسيط هنا صح، لو كان كبير لو كان بسيط تمام. وامتى برضو امتى مثلا نعمل نقول ان الصفه دي شبه الصفه دي، يعني نعمل مثلا تساوي. لو بقارن ما بين، مش بقارن بقى، لو انا بقول ان ده زي ده او ده نفس الصفه دي تمام. فهنتكلم ده كله في الفيديو ده تمام، وكمان ممكن الباقي يعني جزء بارت 2 تمام. فقبل ما نبدا الفيديو مش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس علشان اي فيديو جديد انزله يوصلكم اشعاراته. يلا بينا عشان نبدا الفيديو. بصوا في الاول كده، انا لما باجي اقارن ما بين حاجتين شبه بعض مش زي بعض، شبه بعض تمام، لا بقول از صفه از، ولازم الصفه اللي في النص دي تكون في المصدر. يعني مثلا اجي اقول تول مش تولر، تول مش تولست تمام، ما بضيفلهاش حاجه، بخليها تكون في المصدر. از تول از منى، از تول از هدى، يعني منى نفس طول هدى. قلت كمان منى از فات از هدى تمام. مش عارفه ايه حكايه منى معايا بس ماشي يعني. برضو بقول ان منى نفس تخن هدى، بنقول از والصفه اللي في النص وتكون في المصدر. مثلا اقول ان الانجليزي سهل زي العربي تمام، مش معناها نفس، لا ما بقولش ان الانجليزي نفس سهوله العربي، لا انا بقول ان الانجليزي سهل زي العربي. نقولها ازاي تمام؟ انا بقول ترجمه كلمه از، يعني لما اجي اقول از صفه از معناها يعني ايه زي تمام مش نفس. طيب انا عايزه اقول ان الانجليزي زي العربي في السهوله، اقول انجلش از از. طبعا بصوا عايزه اقول لكم على حاجه برضه عشان ممكن ننساها، ان لازم قبل ما اقول از والصفه واز لازم يكون قبلها فيرب تو بي تمام. لازم اقول، ما هو انا تكوين الجمله عندي في الانجليزي فعل وبقت جمله. لو انا ما عنديش فعل، ما عنديش مثلا يكتب يقرا يلعب يجري، ما عنديش ده كله، انا بجيب من عندي انا فيرب تو بي، بجيب من عندي فيرب تو بي تمام. فلما اقول الانجليزي يكون لازم يكون في فيرب، لازم اقول از، اوعى تنسوا الفيرب تو بي تمام. فانا اقول انجليش از as easy as Arabic تمام، يعني انجليزي سهل زي العربي تمام. ولا انت عندكم رأي تاني؟ طيب ماشي، دي معناها سهلة زي تمام، مش سهلة بالظبط او نفس النمط تمام، لا هي مش سهلة بالظبط زي العربي تمام، معناها كده ترجمة يعني. طب انا عايزة اقول ان الحاجة دي نفس الحاجة دي، استخدم وقتها تكوين ذا سيم، بعد كده بيجي بعديها النون. ذا سيم والنون لازم يجي بعديها النون. طب انا مش حافظه الاسماء بتاعه الصفات، يعني مثلا عايزه اقول مثلا اولد كبير او يونج الاسم بتاعها ايه، ايدج يعني العمر. طب انا مش حافظه. بصوا هما هيكونوا في الاختيار باينين جدا. يعني مثلا انا لو عندي سؤال مثلا، يعني لو انا عايزه اقول منى اند هدى ار ذا سيم ايج ولا اولد ولا يونج ولا طول، باينه جدا. يعني اولد زي يونج يعني طويل، يبقى اكيد هستبعده من الاثنين. ولونج ازاي تمام، فانا هختار اسم اللي هو ايج. عامه بتكون باينه قوي في الاختيار انها بتكون مميزه كده، اللي هي النون يعني من الصفات. وبرضه عايزين نعرف حاجه، ان مثلا لو كلمه بيوتيفول جميله دي صفه، فانا عايزه اجيب منها الاسم اللي هو الجمال نفسه، فانا اقول بريتي. اكسبنسيف مثلا معناها غالي، فانا عايزه اجيب منه النون اقول برايس اللي هو السعر. مثلا اولد او يونج يعني كبير او صغير، النون منه ايج اللي هو العمر. طيب احنا كنا قايلين ان تكوينة ذا سيم بعد كده بيجي بعدها النون، بيجي قبليها بقى فيرب تو بي ده كده كده، او هاف او هاز تمام. غالبا كتير قوي بيكون معناها يعني بيكون جايب هاز او هاف، لان معناها عنده نفس الشيء تمام، عنده نفس الحاجه، عنده نفس الطول، عنده نفس العمر، عنده نفس السعر، فمعناها عنده تمام. وعلى فكره لو جه فيرب تو بي عادي جدا برضو تمام. يعني ذا سيم وبعد كده النون ممكن يجي قبلها حاجتين، وهو مش يسالنا على الحاجتين دول لان مش تكوين يعني مش موضوعنا تمام. بس عامه نبقى عارفين ان ذا سيم بعديها النون بيجي قبلها يا فيرب تو بي يا اما فيرب تو هاف. مثلا ذا هاوس اند ذا فيلا هاف ذا سيم نقط، اكسبنسيف ولا هاي ولا برايس لونج، طبعا هتبقى برايس تمام. يعني الفيلا والشقه عندهم نفس السعر، يعني ليهم نفس السعر، يعني تمن الشقه ده نفس تمن الفيلا دي. طيب ده كان كله لما انا كنت بقارن ما بين حاجتين شبه بعض او نفس الحاجه تمام. طب انا عايزه اقارن ما بين حاجتين مختلفين، اعمل ايه؟ طيب عشان اقارن ما بين حاجتين مختلفين، يعني دي غير دي
ده اطول من ده، ده اقصر من ده، دي اشطر من دي مثلا يعني، فمختلفين في الصفه. طب انا عشان اقارن ما بين حاجتين مختلفين لازم اعرف الاول نوع الصفه اللي عندي ايه. يا اما صفه تكون طويله وتكون يعني لونج يعني نطقها طويل، وهقول لكم برضو طرق يعني كتير ان ازاي نعرف ان الصفه اللي قدامنا دي مقطع صغير ولا مقطع كبير، تمام، ولا مقطع كبير، بس لسه هنشوف دلوقتي يعني. ماشي، فالصفه عندنا يا اما تكون طويله يا اما تكون صغيره، مقطع صغير او ذات مقطع كبير. طيب انا اعرف ازاي، او انا افرق ازاي ما بين، او انا اعرف ازاي ان الصفه اللي قدامي اللي جايه لي دي صفه صغيره ولا صفه كبيره، عشان امشي على قاعده الطويله ولا قاعده الصغيره، فاهمني؟ تعالوا الاول نشوف نعرف ازاي نعرف الصفه دي صغيره ولا كبيره. في طريقه يعني للبصمجه الناس اللي بتحفظ، وفي طريقه للفهم. تعالوا نبدا باني الاول، نبدا بالفهم، تمام؟ او بالفهم منطقي جدا بالنطق. يعني مثلا انا عندي كلمه شورت، تمام، دي صفه معناها صغير، تمام. طيب شورت انا نطقتها مره واحده يعني ما طولتش فيها. وكمان لو انا الصفه اللي عندي لو انا عرفت اجزأها يعني عرفت اعملها مقاطع تبقى دي صفه طويله. لكن لو هي نطقتها مره واحده خطفتها كده يبقى دي مقطع صغير. شورت ينفع اقول شورت؟ ما ينفعش، يعني ايه الهبل ده؟ طبعا لا، هي تتنطق مره واحده شورت مش هينفع اجزأها. لكن لو عندي كلمه interesting انا حتى جزأتها interesting، اما انا عرفت اجزأها لمقاطع صغيره يبقى دي كده صفه ذات مقطع طويل. تاني حاجه ان اسمها ايه دي، الحروف المتحركه. يعني انا عندي طبعا انتوا عارفين الحروف المتحركه، اقولها لكم اغنيه كانت بتقولها لنا قبل كده يعني، الايه ضرب. تاني طريقة معانا بالحروف المتحركة، أشوف كم حرف عندي متحرك، لو زادوا عن واحد يبقى كده زاد مقطع طويل، لو واحد بس يبقى مقطع صغير. طيب ازاي؟ طب ايه الحروف المتحركة الأول؟ الحروف المتحركة هقولها لكم أغنية كان بيقولها لنا، الاي ضربت الاي قالت اي، راحت تشتكي الاو قالت يو عرفتوني، تمام؟ هما كانوا بيقولها لنا كده يعني، ماشي. فعامة دي حروف متحركة، الاي والاو والاي والاي، لا الاي والاي والاي والاو واليو، تمام. طيب لو انا عندي من الحروف المتحركه دي مرتين يبقى كده مقطع طويل، لو انا عندي واحد يبقى مقطع صغير. طيب زي ايه مثلا؟ كلمه شورت انا لسه قايله من شويه، شورت حرف الاو بس هو ده المتحرك يبقى هنا مقطع صغير، تمام. لو ما حدش عارف يعملها بالنطق يعملها بالطريقه دي، تمام. يعني في كذا طريقه، التانيه يعني ايه تساعد التانيه، تمام. هنا انترستنج ده هنا في 4، تمام. فاكتفي كتير، ما دام انا زودت عن 2 خلاص هي صفه طويله على طول، تمام. طيب كلمه بور نحطها هنا ولا نحطها هنا؟ لا هي هنا معناها فيها 2 حرفين متحركين، حرفين متحرك بس. لا هو ما دام الاثنين جم ورا بعض يعني او جه وراها او، هنا بناخد واحد بس، تمام. لازم الحروف المتحركه عندي تكون في الكلمه بعاد عن بعض عشان احسب ان ده واحد واحسب ان ده واحد، فهمتوني؟ طيب يعني مثلا كلمه انترستنج، هل هنا في حروف متحركه كانت لازقه ببعض؟ لا، كان ده لوحده وده لوحده وده لوحده، يعني كانوا بعاد عن بعض. هنا لا، هنا لازقين في بعض دبل او، فباخدها او واحده، تمام. حتى كمان غير الحروف المتحركه انا لما اجي انطقها بور ينفع اقول بور؟ لا ما ينفعش اجزأها، هي بتتنطق مره واحده فهتكون مقطع صغير. دي بس كده، دي كانت الطريقه اننا نحدد ازاي نعرف الصفه قصادنا دي مقطع طويل ولا مقطع صغير، تمام. تعالوا بقى نكمل ونشوف لما نيجي نحب نقارن ازاي. تمام، انا لو عندي صفه مقطع صغير دايما بقول صفه زائد اي ار زائد زان. طبعا قبل الصفه لازم احط ام او يوز او ار او ووز او وير، لازم يكون قبل الصفه فيرب تو بي، ده لازم.